واكيد انت عايز تعرف مين هم بنو اميه. لو بصينا على الاسم الكامل للرسول صلى الله عليه وسلم هنلاقي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. بنو اميه دول بقى اللي هم بنو اميه بن عبد شمس بن عبد مناف. يعني عبد مناف اللي هو الجد الثالث للنبي خلف هاشم وعبد شمس، هاشم خلف عبد المطلب وعبد شمس خلف اميه، وبالتالي فابناء اميه وابناء عبد المطلب هم ابناء عمومه لكن من بعيد شويه، وكان بينهم صراع طويل على السلطه في قريش قبل الاسلام. سيدنا عثمان كان اسمه عثمان بن عفان ابن ابي العاص ابن اميه ابن عبد شمس ابن مناف، وبالتالي فسيدنا عثمان كان من بني اميه. واللحظات اللي بدات السلطه فيها تتركز في ايد بني اميه كانت لحظه مناسبه لاثاره الفتن بين المسلمين، بان هم بداوا يعتقدوا ان بني اميه بيستغلوا وجود عثمان في المنصب عشان ياخدوا مساحه كبيره من السلطه والمناصب والثروه. لكن حتى لو عثمان بن عفان كان عين شخصيات امويه، فبني اميه اصلا كانوا ساده السياسه في قريش قبل الاسلام. ابو سفيان بن حرب ابو معاويه كان سيد سادات قريش لحد ما اسلم في فتح مكه، والنبي قال فيه من دخل بيت ابي سفيان فهو امن. ابو سفيان كانت علاقته كويسه جدا مع الروم ومع ملك الحبشه بسبب التجاره، فهم اهل سياسه ودهاء. وحتى معاويه بن ابي سفيان والي الشام كان واخد المنصب من ايام عمر بن الخطاب لما دخل الشام في اوائل الجيوش مع اخوه يزيد اللي كان قائد الجيش وقتها. فهتلاقي ان كل الاتهامات اللي الثوار وجهوها لعثمان بن عفان كان فيها سوء تفاهم، زي انه كان بيهدي بنو اميه اموال. ولكن الناس دي ناسيه ان عثمان كان من اغنى تجار قريش، ناسيين ان عثمان بن عفان جهز جيش العسره من حر ماله